يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى نعمل وصفة البسبوسة التقليدية الأصلية بدون أي افتكاسات. ناس كتير قوي بتشتكي من إنها بتنشف منها، وناس كتير بتشتكي إنها مستحيل تظبط معاها. معرفش ليه، مع إن البسبوسة أسهل ما يمكن. الطريقة دي يا جماعة نفس طريقة الحلواني، بتطلع مرملة ونفس اللون ونفس كل حاجة، ويمكن أحلى كمان بكتير. دي طريقتي المعتادة من سنين في البسبوسة وعمري ما أغيرها. ما شاء الله، شايفين الجمال؟ هي بتتكلم عن نفسها. اللون والترميلة حاجة كده بجد يا جماعة لا تقاوم. بصوا الجمال. بس قبل ما ابدأ الفيديو، لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي اسماء. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان توصلكم اشعارات بكل وصفاتي. ما تنسوش تحطوا تطبيقاتكم على الجروب بتاع الفيسبوك. يلا بينا نبدأ. اول حاجة هنا نعملها الشربات. رفعت الحلة بتاعتي على النار ونزلت فيها بكوبايتين من السكر، وعليهم 3 كوبايات من المية. لكل كوباية سكر كوباية ونص من المية، وعليهم عصرة ليمونة. وعلى نار عالية بعد ما يغلوا غلوة واحدة بننزل عليهم بظرفين من الفانيليا او فانيليا سايلة، يعني الموجود عندكم. وهنسيبهم على نار عالية بدون اي تقليب لمدة 5 دقايق. بعدين هنسيبها تبرد على جنب تماما. لازم الشربات بتاعنا يكون بارد تماما. ومعايا هنا البولة بتاعتي نزلت فيها بكيس من البسبوسة، وعليهم علبتين من الزبادي. معدل كوباية من الزبادي، يعني الكوباية 250 جرام. وعليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقتين من الجوز الهند او 3 معالق. حطوا جوز هند زي ما انتوا عايزينه، لو عايزين تلغوه الغوه. وعليهم نص كوباية من الزبدة السايحة، بس الزبدة بتاعتي باردة تماما. وهنا بقى الزبدة بتنقل البسبوسة في حتة تانية. وعليهم ربع كوباية من المية، ممكن نستبدلها بحليب، يعني مية او حليب. وبنديهم قلبتين كده، بس بندمج السوائل مع المكونات الجافة بتاعتنا، مش بنقلب كتير. والصينية بتاعتي كده دهنتها دهنة سمنة خفيفة. الصينية بتاعتي مقاس 24. وبنبدأ بقى نفرد كده في البسبوسة بالسباتولا، هي بتتفرد على طول معانا. وبنديها بقى كده 3-4 خبطات محترمين. بصوا معانا هنا بقى الشربات. انا ببل ايدي بالشربات كده وعلى وش الصينية. وهنا دي بقى لازمتها ان هي ما بتطلعش اي تشققات في صينية البسبوسة بتاعتنا، يعني بتطلعها معانا بيرفكت. والفرن بتاعي مسخن مسبقا قبلها ب5 دقايق، وهندخلها فرن نار وسط على الرف اللي في النص. اول ما الحروف بتاعتها كده تبدأ تاخد لون، بنشغل الشواية عليها لمدة نص دقيقة. وبعدين بنخرجها بنسقيها على طول بالشربات البارد بتاعنا. بصوا. وبعدين بقى بنسيبها تهدى كده شوية، ممكن احطها في التلاجة لمدة 2-3 ساعات. وبعدين بقى ببدأ اقطعها واقدمها على طول. وممكن نستغنى عن مرحلة التلاجة، بس بنسيبها بره 2-3 ساعات تهدى. وبتطلع معانا متماسكة من شكل الخارجي، ومن جوه مرملة وتحفة. بجد يا جماعة بسبوسة في الجون كما تجب ان تكون. بصوا الجمال. انا بعتذر لكم عن غيابي عنكم الفتره اللي فاتت، بس كان في شويه تعب كده، كنت تعبانه شويه. بس بجد انتوا وحشتوني جدا جدا. وان شاء الله مش هبعد عنكم تاني ابدا. وحشتني كومنتاتكم وتعليقاتكم الجميله. بجد يا جماعه انتوا عيلتي التانية، ودايما بتحمسوني وبتشجعوني بكلامكم. عايزه بقى اشوف تعليقاتكم وكومنتاتكم ولايكاتكم على الفيديو ده. عايزين نرجع تاني مع بعض والبعض. وبس كده، اتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان توصلكوا اشعارات بكل وصفاتي. ما تنسوش تحطوا تطبيقاتكم على الجروب بتاع الفيسبوك. باي باي.